من كام يوم مخلصة شغل تعبانة ومشاكل واجتماعات في مدارس الولاد وخلاص جايبة آخري. كلمت ماما اطمن عليها وسألتني بتسأل سؤال صغير كده: انت عاملة أكل ايه النهاردة للولاد؟ فقلت لها حواوشي. قعدت بقى افتكر لما كنت صغيرة وماما كانت بتعمل لنا حواوشي وجنبه بطاطس محمرة، واليوم ده كان استثناء عن اي يوم تاني ما توافق ان احنا نشرب بيبسي او اي مشروب تاني فيه صودا. لكن اي يوم تاني لا، ممنوع الصودا. ولحد دلوقتي انا مش عارفه اشمعنى الحواوشي اللي كان بيعامل معامله خاصه كده ومسموح في اليوم ده نشرب حاجه ساقعه. بس هو الصراحه يستحق، الحواوشي يستحق. لكن ريحه الاكل والضحكه واللمه حاجات بسيطه قوي بس سايبه جوايا احساس عمره ما راح. امهات واباء اليومين دول حقيقي تعبانين، اللي متغرب في بلد لوحده واللي وسط بلده بس حاسس بغربه ووحده واللي شقيان عشان يعيش اسرته في مستوى معقول، واللي عينها في وسط راسها عشان تلاحق على المخاطر التربويه اللي بتظهر يمين وشمال. وفي الاخر حاسين بالذنب والتقصير وبنحاسب نفسنا على كل غلطه عملناها معاهم. انتوا حقيقي بتعملوا كتير وبتقدموا لولادكم اكبر بكتير مما تتخيلوا. كل أكلة بناكلها معاهم، كل ضحكة وسط زحمة اليوم، كل حوار فاتحينه في العربية واحنا رايحين بنقضي مشاورنا، كل دي حاجات بتبني جوه ولادنا ذكريات دافية مليانة حب وونس حقيقي صعب يتنسي. فبالراحة على نفسكم شوية، انتوا بتسيبوا فيهم أثر عظيم حتى لو مش واخدين بالكم. وقولولي بقى ايه الذكريات الصغيرة اللي بتصنعوها مع ولادكم وافتكرتوها دلوقتي؟